وصورت النسخة الثانية مع الفواكه، وشوفوا لي على هالمنظر، منظر شهي جدا. وبرش قشر الليمون والحامض كتير بيلبق مع الشوكولا. الخطوة الأولى، بطنجرة على النار حطيت كوب من السكر وعليهم نص كوب من المي، حركتهم شوي لحتى بلش يدوب السكر، وبتركهم على نار عالية لحتى يبلشوا يغلوا. وأهم شي تحريك على الهدا لحتى ما يطلع السكر على داير الطنجرة. وبس بلشوا يغلوا ضفت عليهم رشة صغيرة من حامض الليمون، وخففت النار تحتهم وعيرتلن مدة 10 دقايق. وبهيدا الوقت رح نبستر صفار البيض. عندي 3 من صفار البيض. حطيت على النار طنجرة فيها مي، وبس بلشوا يغلوا الميات حطيت صفار البيض بالجاد مثل ما شايفين على طريقة البان ماري، وحطيت عليهم رشة من الفانيليا وربع كوب من السكر، وبخفقهم مع بعضهم من 3 ل 4 دقايق. هيك بيكون صفار البيض تبستر وصار شكله مثل الكريمة. ومن بعد ما صار قوامهم كريمي ولونهم فاتح شوي، بطفي النار تحتهم وبضلني عم بحركهم مدة دقيقتين حتى ما يعملوا قشرة على الوجه. وبس يصيروا بحرارة الأوضة بخليهم على جنب لكون حضرت المكونات التانية. وبهيدا الوقت القطر أو الشيرة يلي كنا عم نغليه صار جاهز، صار سميك نوعا ما. وكيف منعرف انه صار جاهز؟ اذا مناخد الملعقة ومنشيل عليها شوية قطر مثل ما شايفين ومننطر شوي، هاي النقطة اللي بتعلق على راس الملعقة وبتصير تنزل على مهلها، يعني القطر صار جاهز وسميك. وبالخفاقة الكهربائية حطيت 3 من بياض البيض. وأكيد بهيدي المرحلة بنصحكم تستخدموا الخفاقة الكهربائية، وإذا عندكم ستاند ميكسر أحلى وأحلى وأريح لإيديكم، لأنه رح ياخد وقت بالخفق مش أقل من 10-12 دقيقة. وطبعا حسب السرعة اللي عم تخفقوا عليها ممكن ياخد 15 دقيقة. وبس صاروا مثل رغوة بيضة مثل ما شايفين، رح نبلش نضيف عليهم القطر أو الشيرة مثل ما شايفين شوي شوي. وطبعا القطر عم يغلي. بهيدي الطريقة نحن عم نبستر بياض البيض أو عم نطبخه. ومنزيد كمية الشيرة أو القطر بالتدرج لحتى تخلص، وطبعا مع الخفق المستمر. وبنهاية هيدي المرحلة رح نحصل على المرانج. وبس يصير المنقار ثابت مثل ما شايفين، يعني صاروا جاهزين. وهيدا شكلهم بالجات. وهلق إجا وقت نطبق الكريمة. هيدا صفار البيض من بعد ما برد على الآخر، وشوفوا قوامه. وطبعا ما في ريحة بيض أبدا ولا في زنخة. رح نزل الصفار على البياض وقلب شوي شوي أو من تحت لفوق لحتى يتداخلوا ببعضهم، ومنكمل التقليب لحتى نحصل على القوام الناعم. وهلق رح ضيف عليهم جبنة الماسكربوني. عندي 500 جرام من جبنة الماسكربوني حضرتها بالبيت، ورح أترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. قلبت المكونات مع بعضهم، وطبعا ضفت الجبنة بالتدريج مع التقليب المستمر، ما حطيتها دفعة وحدة. وهيك بتكون صارت الكريمة جاهزة. طعمها رائع، لامعة وشكلها كتير بشهي. واستوحيت فكرة تشكيل الكريمة بكيس الحلواني من الشيف يعقوب، فعبيتهم بكيس الكريمة وصرنا جاهزين للتطبيق. وهلق رح استخدم بسكوت الليدي فينجرز يلي حضرته بالفيديو السابق اللي نزل على قناتنا على يوتيوب. وانا حبيت حضر لكم هيدي الوصفة من الصفر، يعني حضرت الليدي فينجرز، حضرت جبنة الماسكربوني، وما اشتريت شي جاهز لفرجيكم انه كل شي سهل وفينا نعمله بالبيت. حضرت حدي فنجان قهوة سريعة الذوبان، حطيت فيه ملعقتين كبار من القهوة. طبعا حسب ما بتحبوا حدية القهوة فيكم تكتروا او تقللوا. وطبعا القهوة باردة عم بستخدمها. بغط فيها البسكوت وبقلبها على الميل التاني وبصفهم بأرض الصينية، وبرجع بحط طبقة من الكريمة على وجهن. ومنكرر العملية، نحط طبقة تانية من البسكوت المغطس بالقهوة، ومنرجع طبقة تانية من الكريمة، وهيك لحتى تملى الصينية أو القالب يلي عم تستخدموه. فيكن تحطوا بس طبقتين، أنا حطيت 3 طبقات، وطلع شكلها كتير شهي وطعمها كتير طيب. رشيت الكاكاو الخام على وجهن، وأهم شي نتركها بالبراد مدة 24 ساعة قبل ما نقدمها. وطبعا بنرجع بنرش عليها تاني يوم رشة خفيفة من الكاكاو مرة تانية قبل التقديم. وبالنسبة لحلو الكاسات اللي شاركتكم صورته أول الفيديو،
حضرت حدي كاسة فيها شوي من عصير المانجو، ورح غط الليدي فينجرز بالمانجو، صفيتهم بالكاسات، حطيت عليهم من الكريمة يلي حضرناها شوي من قطع المانجو، وطبقة تانية من الكريمة على الوجه، وكمان قطع المانجو. إذا بتحبوا فيكم تحطوا رشة كاكاو كمان كتير طلعت طيبة، بنصحكم بالتجربة. مش بس شكلها شهي، هي طعمها كتير طيب وفريش. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى تكتبولي بالتعليقات رأيكم بكل صراحة، وتشاركوني تجاربكم، وتكتبوا لنا من أي بلد عم بتتابعونا. وإذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول ما مننزله. وألف صحة وهنا.